يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده كده كنت الصراحه الفيديو ده كان من اواخر رمضان وما كنتش نزلته، فقلت بقى منتجه وننزله كده ونشوف الذكريات بتاعتنا الحلوه. دي كان عندي كده بطايه حلوه كنت غسلاها حلوه قوي وحطيتها كده في الشوربه، بحط معاها طماطمايه بصلايه ورق لورا حبهان وبس كده. البط عامه بياخد من ساعتين لساعتين ونص حسب الحجم بتاعه. اسيبها كده واشوف بقى هعمل ايه تاني. انا كنت داخله المطبخ بعد العصر يا بنات، انتوا عارفين انا بحب ادخل المطبخ بعد العصر. ودي كمان كانت كرومبايه كنت لفاها بقى معاكم من امبارح بالليل، فقلت بقى ايه اسيبها كده في التلاجة، ما بيجرالوش حاجه على فكره الكرنب. تاني يوم او بعدها بيومين كمان. وقبل المغرب كده بنص ساعه ساعه الا ربع بالكتير احطها بقى ايه عليها مجين حلوين شوربه كده وتغلي غلوتين واوطي لفوق وهتدوقي احلى تسويه محشي. والله بجد احلى تسويه محشي، يعني انا بعتمدها على طول لما يبقى عندي اي شوربه بحب اسوي بيها المحشي، بيبقى تحفه اذا كان بقى بتنجان ولا اذا كان اللي هو الكرنب اللي انا هعمله ده. كرنب طبعا انا كنت عاملاه في السحور. قلت بقى ايه، انا بنحب احنا نقوم براحتنا، انتوا عارفين السهر احنا بننام الصبح اصلا، ولحد دلوقتي والله العظيم مش عارفين ننظم الوقت بتاعنا خالص خالص، مش عارفين نعمل ايه. فقلت بقى ايه خلاص اشوف هعمل ايه ونشوف. فدخلت المطبخ كده طلعت لي بقى الفكره بتاع البطايه دي. كنتش عارفه الصراحه اعمل جنب المحشي إيه. كنت مسوياها او كنت عاملاها مجهزاها من بالليل، بس الصراحه ما كنتش ايه عامله حسابي ان انا إيه يعني، ومش عارفه اعمل ايه جنبيها الصراحه. كنت هعمل بانيه وبعدين قلت إيه، طب ما انا هشتري بانيه ليه؟ ده البانيه كان غالي جدا، كان ب 200 وحاجه في رمضان. طب ما انا عندي في الفريزر اخلص اللي في الفريزر الاول. اي حاجه عندنا في الفريزر بتبقى نعمه، خلصي اللي عندك وبعد كده فكري بقى تشتري ما تشتريش، ربنا بيسهل الحال. خلاص كده بقى بصوا استوت معايا، وطبعا بحط لها الملح اخر حاجه. احط بقى كده ايه واسويها كويس قوي، احط بقى المحشي واسويه. هنا بقى طبعا كنافه، ما كنتش عملت كنافه كتير الصراحه. كنت بعملها مره عملتها بالمانجا ومره عملتها بالقشطه الكدابه، النهارده هعملها بالمكسرات عادي خالص. كده عندي الكنافه بتاعتي، احط عليها معلقتين كبار سمنه بقى، واحط بقى سكر. مش لازم على فكره سكر بودره خالص، اهالينا ما كانوش بيحطوا سكر بودره، كنت احط كده سكر عادي معلقتين كبار وابدا ارصها في الصينيه بتاعتي. اهم حاجه في الكنافه عشان تطلع معاكي حلوه زي بتاعت بره، ان انت تضغطي عليها كويس قوي بطبق صغير بصينيه صغيره. هي دي اهم حاجه، ان هي ما تبقاش منفوشه كده معاكي ويبقى شكلها مش لذيذ. وكمان العقد بتاعها كوبايه سكر عليه كوبايه ميه، كوبايتين سكر عليها كوبايتين ميه. هو ده العقد بتاع الكنافه او اي حاجه عامه. الحلويات الشرقيه عامه، كنافه قطايف الحاجات دي بيبقى عايز عقد تقيل شويه. خلاص بقى هنا ايه، حطيت حبه مكسرات كده عندي، وابدا بقى احط النص التاني وابدا برضو اضغط عليها كويس قوي. هحطها في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. مش هتاخد نص ساعة على فكرة، تبقى تحفة. طبعا سمنة كده حلوة من على الوش، انتوا عارفين الكنافة بتموت في السمنة اصلا، وانا كمان بحب اقلب الكنافة، يعني هدخلها بس تاخد وش كده واطلعها اقلبها وهدخلها تاني على الوش التاني. بصوا بقى هنا خط المحشي معايا تحفة، بدأ يستوي. طبعا لسه ما استواش، انا بس هوطي بقى لفوق كده، هوطي بس العين لفوق كده زي عين القهوة بالظبط، واسيبه بقى شوية كده. وهنا بقى الملوخية، هحط بقى ايه الشوربة بتاعتي. طبعا الشوربة تحفة اصلا، احط كده معلقتين بس، انا مستنيه شويه عشان كنا لسه بدري. وهنا العرقسوس كنت محضراه ومخمراه زي ما بيقولوا من الظهر كده، بحب اخمره بدري شويه. بحط له بس حبه ميه وحبه كربوناته وخمره كده واسيبه، وبعد كده اعمليه براحتك بيبقى زي الفل. هنا بقى كنت بقلب الصينيه الكنافه بتاعتي يا بنات، انا لازم اقلبها دوت القعريه بتاعتها، اطلعها وهقلبها على صينيه تاني وهدخلها الفرن. الحركه دي لازم، لو ما عملتهاش هتبقى الكنافه معاكي طريه قوي ومش هتبقى لذيذه. اعملي الحركه دي هتعجبك قوي. هنا كده خلاص كان المحشي بتاعي بقى بيستوي والشوربه زي الفل. وخلاص هنا بقى الملوخيه يا دوبك بس هعمل الطشه بتاعه الملوخيه، التومه والكزبره ومعلقه السمنه وتمام كده. الطشه بتاع الملوخيه انا بحب اعملها واحنا بنحط السفره، عشان بحب احنا عامه يعني كل واحد بيبقى ليه تقليده في بيته كده. احنا بنحب الاكل سخن شويه، صيف شتاء ما بنحبوش بارد. حتى في الصيف هتقولي لي ليه، اقول لك مش عارفه، احنا نحب الاكل يخلص من على البوتاجاز خلاص يتحط يتاكل، مش بنحب نسخنه كمان. يعني هي اول مره كده. كده خلاص بقى معلقه سمنه حلوه كده والكزبره والثوم. الثوم بتاعي تحفه، عاملاه من رمضان اللي قبل اللي فات، والله العظيم بصي ابيض ازاي وحلو قوي.
طبعا كنت عامله كميه كبيره فما عملتش السنه دي. توم السنه دي كمان غالي قوي، مش عارفه فيه ايه. بس يا دوبك هيحمر معايا كده، وهطش بقى الطشه بتاعتي الحلوه دي. بصي بقى يعني الحركه دي بعملها، بس كنت بصور بايد واحده. هرجع بقى احط الحله في الطاسه، وهرجع هقلب تقليبه حلوه كده، وهتبقى معاكي احلى ملوخيه، مش ساقطه ولا اي حاجه، وملحها حلوه قوي. طبعا احنا بنبقى محيقين الشوربه، وزي الفل معاكي. انا هنا بقى كنت هقلبها في الطاسه عشان تاخد بواقي التومه. هنرمي التومه؟ لا طبعا، التومه ما تترميش، هرجع ارجعها تاني. الحركه دي انا بحب اعملها كده. طبعا انا بسمي بسم الله، مش بشهق ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، بسمي بسم الله كده. الاكل بتاعك بيطلع سكر وزي العسل. خلاص الملوخيه بتاعتي جاهزه هي يا بنات. خلاص بقى كده هنبدا بقى نحط السفره بتاعتنا، الطبليه بتاعتك، واكلك خلص والحمد لله وزي الفل. هروح بقى اعمل العرقسوس عشان بحب ايه، العرقسوس احنا بنحب نشربه بعد الفطار. خلاص هحط بس ايه عليه لتر ميه، طبعا انت بتبقي عارفه المقدار بتاعك، وهصفيه في مصفى، في شاشه، زي ما انت عايزه. يعني عايزه اقول لك ان طلع معايا والله كميه حلوه. بصي تقعدي بقى تعملي كده، هيطلع لك احلى عرق سوس شفا وخمير زي ما بيقولوا. الشفشق ده بتاع حماتي على الله ما تشوفوش، لو شافته هتقولي هاتيه. الشفاشق دي تحفه يا بنات والله العظيم، يعني قديمه بس بتعجبني قوي. يعني ما بتاخدش مكان كده في التلاجة، ولا بتاخد هيصه ولا الكلام ده كله. والكنافه هي كمان النص التاني استوى تحفه. هطلعها بس تبرد شويه، واحط عليها بقى الشربات بتاعها، العقد بتاعها اللي انا عامله بعمله كده، واروح حاطه في الفريزر واحطه في التلاجة، ما بيجرالوش اي حاجه. وهنا بقى كنت ايه، قلت احمر حبه لسان عصفور كده. بحب برضو احمر لسان عصفور وهو القرآن شغال. ما بنحبش يعني لو عملته قبل كده صراحه بيبقى بيتلبك في بعضه، والشوربه بتخلص وبيبقى حلو حاجه. لا انا هنا كده بحط ايه، احمر بس حبه لسان عصفور بمعلقه سمنه حلوه كده، تحميره حلوه كده. طبعا انا هرمي الشوربه بتاع البط دي؟ لا طبعا ما برميهاش، حتى لو فاض من عندي بصفيها كويس قوي، واحطها في اكياس وفي الفريزر. والله بتنفعني في نص الاسبوع. عايزه اعمل بشاميل، عايزه اعمل جلاش، مش عايزه اعمله بلبن، عايزه اعمله مثلا ب... بشوربه، بيبقى تحفه الصراحه. بصي بقى هنا خلاص كنا بنغرف بقى، وبنحط كده الترشي والملوخيه والمحشي والمكرونه. الشوربه كانت حكايه الصراحه. والبطايه مسكتها حمرتها في الفرن كده، حطيت عليها معلقه طماطم او معلقه صلصه، وحبه فلفل اسمر وملح. وبعد كده بدخلها الفرن بس يا دوبك تاخد وش كده. وابدا بقى ايه، احط بقى العصاير بتاعتي، الفراوله، اي عصير عندك بقى. انا الصراحه الفراوله دي كانت عندي، كنت مفرزاها عندي في الفريزر. والبلح طبعا حاجه اساسيه عندنا. الحمد لله فطرنا والحمد لله، وقمت كمان صليت المغرب. وبعد كده بقى بيلحقوني بكوبايه القهوه الصراحه. يعني بعد المغرب كده، ما بين المغرب والعشاء يلحقوني بالقهوه. يعني هي دي الصراحه اللي بتظبط معايا، عشان اقوم بقى اشوف التراويح بتاعتي، واشوف بقى الدنيا الجميله دي فيها ايه. طبعا انت لو عندك بنات، يوم مثلا حد عليه مطبخ ويوم حد عليه شقه، انت كفايه عليكي الاكل، يعني الاكل كفايه قوي كده. حركيهم، واحده عليها مطبخ واحده عليها شقه، وكله بيهون. يا رب يكون يومي عجبكم، والسلام.